ويعاد الجمعة 2 ظهرا. السلام عليكم، يعطيكم العافية صبايا وربات البيوت، ويسعد لي هالمساء. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم أطيب وصفة. بأحلى ساعة طبخ رح كون معكم أنا هالة. حتكون طبخاتك وحلوياتك ومشروباتك ومقبلاتك وكل شي بخص المطبخ الساعة 1 من كل يوم ثلاثاء عبر إذاعة صوت نساء غزة. تواصلي معي لأنه كل شي بقدمه بالبرنامج حسب اختياراتك وطلباتك اللي بتصلني على حساب أطيب وصفة على الفيسبوك. أول فقرة رح نحكي فيها عن الوجبة الرئيسية ومقاديرها وطريقة طبخها وطريقة تقديمها. طبعا حتكون معنا الوجبة هي مكرونة بالجبنة والكريمة. تاني فقرة ففيها كل المعلومة والقيمة المفيدة مع معلومة ذهبية لست البيت الذكية. رح نتناول فيها نوع خضار أو فاكهة أو نوع من التوابل، واليوم رح نحكي عن الزنجبيل وفوائده. هاي الفقرة برضو رح أقدم لكم مشروب حيكون كوكتيل الفواكه. أما المقبل اللي تزيني فيه سفرتك حيكون عبارة عن سلطة كول سلو. الفقرة الأخيرة ففيها مجموعة من الأسئلة والاستفسارات بترسلوا لي إياها على حساب أطيب وصفة، وأنا رح جاوبكم عليها على الهواء مباشرة. وطبعا لا تنسوا تتابعوا كل الوصفات مصورة فيديو على قناتي على اليوتيوب أطيب وصفة، وكذلك على الانستغرام. للمرة الأولى ببرنامجنا طرحنا سؤال حيتم السحب على الأسماء الفائزين، وإلهم هدايا من أزهار سفير الحب لتصميم أجمل كوش الأفراح وتنسيق باقات الورد. أنا ما بخل حبك أنا بحبك أنا. والسؤال كان: ما هو اليوم والتاريخ الذي قصفت فيه إذاعة صوت نساء غزة؟ تم قصف إذاعة صوت نساء غزة بتاريخ 26/8/2014 يوم الثلاثاء. هلأ رح أعرض لكم الأسماء اللي جاوبت إجابة صحيحة، كتبت اليوم وكتبت التاريخ، لكن في أنا كان مشكلة أنه مش الكل كاتب عامل مشاركة، فنرجو بالالتزام الدقيق بشروط المسابقة المرة القادمة. رح أحكي لكم الأسماء ورح يتم السحب في نهاية الحلقة إن شاء الله. الأسماء هي هديل يوسف، رزان مقداد، أم منتصر، منار مقداد، أحمد صلوحة، بلال مقداد، فوفو بدر، مهوش السول، جابر جودة، وبالنهاية أم محمد. قلبي بغرامك دام أجمل غرام الأمير، حضنك أنا
وهلأ رح نبدأ سوا مع أول فقرة ونحكي عن الوجبة الرئيسية وهي معكرونة الدجاج بالكريمة. المقادير: 300 جرام معكرونة، نص لتر كريمة سائلة، صدر دجاج مقطع، بصلة مفرومة ناعم، بازلاء، جزر مقطع وفلفل مقطع، ذرة، وبالنهاية البهارات تبعتنا: الملح، الفلفل الأسمر، الكمون، الزنجبيل، البابريكا والريحان الفريش. عارف انك عمري الجاي لما الماضي بحر يغرق قولي بحبك. الطريقة: بنجيب أول شيء المعكرونة، وطبعا كالعادة بماء مغلي بنسلقه، وبنكون المية محطوط فيها ملح، ما بنحط زيت يا جماعة. دايما بحكي لأنه الزيت ما بيخلي الصلصة أو الكريمة البيضة تمسك بالمعكرونة، فما بنحط أي نوع من زيت نباتي، زيت زيتون ما بنحط، فقط ذرة ملح والمياه بتغلي. بنسقط فيها المعكرونة وبنخليها لمدة 10 دقايق تستوي فيها، وبعد هيك بنشيلها بمصفى وبنتركها على جنب. في مقلاية على النار بتضع الزيت النباتي تقريبا 3 معالق كبار، بتقلي البصل اللي مقطعة مكعبات، مقطعة مفروم ناعم، مكعبات مفرومة ناعم، الفلفل المقطعة مكعبات، والجزر والذرة والبازيلا. بتضيفي قطع الدجاج والملح والفلفل الأسود والزنجبيل والبابريكا والكمون، وبتقلبيهم مع صدر الدجاج منيح حتى يستوي، لازم يكون مستوي تماما، وبعدين بنحطهم على جنب. ده كله إلا أنا يا حبيبي اتدلعت بزيادة، وإيه أنت فاكرني إيه؟ في مقلاية أو طنجرة تانية بتصب الكريمة على النار، بتضيفي لها مكعب مرق دجاج ماجي، ومعلقة صغيرة من التوم بس يكون بودرة، ومعلقة صغيرة برضو من البصل البودرة، وبتتركيها حتى تبدأ إنها بدها تغلي، بتضيفي لها الريحان وبتطفي عليها. ده كله إلا ده يا حبيبي اتدلعت بزيادة. في صحن التقديم بتجيب المعكرونة المسلوقة بتحطيها فيه، طبعا تكون مصفية وتمام، بتخلطي معها الخضار والدجاج منيح. بعد هيك بتجيبي الكريمة اللي ضفنا عليها مرق الدجاج ومعلقة صغيرة من توم البودرة والبصل، وبنحطها فوقهم. بعد هيك بندخلها الفرن تقريبا لمدة نص ساعة أو أقل حسب انتي كيف تشوفيها استوت معك. بعدين بتشغلي الشواية من فوق وبتحمريها من أعلى. خلاص بقت عادة يا حبيبي بتتقل وتتمادى، ده كله إلا ده يا حبيبي اتدلعت بزيادة. وبهيك بنكون خلصنا من فقرتنا الأولى، ورح ننتقل لفقرتنا الثانية، وفيها حنحكي عن الزنجبيل. قدام عينيا اللي انا حلمت بيه هو اللي غير في عيني الحياة اول ما قلبي شاف. رجعنا لكم مستمعينا ومستمعاتنا لنقدم لكم فقرتنا الثانية، كل شيء مفيد وصحي مع معلومة ذهبية لست البيت الذكية. هنحكي اليوم عن الزنجبيل.
الزنجبيل كتير مفيد وكتير مهم. أنا بحب أحكي عنه خصوصا في فصل الشتاء لأهميته. الزنجبيل يعتبر الزنجبيل نباتا استوائيا، ويتميز بأزهاره الخضراء الأرجوانية وساقه العطرية الممتدة تحت الأرض، ويستخدم بشكل أساسي في الطهي والمعالجة، واسمه الشائع هو الزنجبيل. الزنجبيل على مجموعة كبيرة من مضادات الأكسدة القوية والكثير من المعادن والزيوت المهمة، وتعمل هذه الزيوت بشكل أساسي على تحسين حركة الأمعاء، وتعمل كمضاد للالتهابات وخافض للحرارة ومسكن للآلام، وتعمل على التقليل من حدة غثيان الصباح لدى النساء الحوامل، حيث تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي. حسيت كأنه ما صدق لقاه. الله على جمال فيك الله، أنا اللي كان في حاله شاف عيونه، إن شاء الله عيش حياتي كلها. أما بالنسبة لفوائد الزنجبيل قال تعالى: يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، من سورة الإنسان. تم استخدام الزنجبيل منذ زمن طويل في الطهي وفي الطب البديل لاحتوائه على منافع طبية كثيرة، حيث استخدمت جذور الزنجبيل في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإسهال والغثيان وآلام المعدة. يقول كلمتين وصاد العيون يتوه الكلام. ومن أهم فوائد الزنجبيل معالجة القيء والغثيان الناتج عن العمليات الجراحية، وقد أثبتت الدراسات أن استعمال جرام واحد من الزنجبيل قبل ساعة من العملية الجراحية يساهم بشكل كبير في التخفيف من الغثيان بما يعادل ما نسبته 38%. التقليل من غثيان الصباح عند الحوامل، ويجب عدم تناوله من قبل الحوامل إلا تحت إشراف طبيب مختص، ولم يثبت طبيا معالجة الزنجبيل لغثيان الصباح لدى غير الحوامل أو لمن يعانون من دوار البحر. التخفيف من ألم المفاصل، حيث أثبت أن تناول 250 ملغ من الزنجبيل 4 مرات يوميا يعمل على التخفيف من ألم مفصل الركبة بعد 3 أشهر من العلاج. وفي دراسة أخرى تمت المقارنة بين الزنجبيل ونوع آخر يسمى الخولنجان، وهي إحدى فصائل الزنجبيليات، وثبت أنهما يخففان من ألم المفاصل الناتج من الوقوف وألم المفاصل بعد المشي. خلي كل يوم فيها أحلى، ما فيش يوم حلو يتنسي، قول من قلبك اللي تخبي. التخفيف من أعراض البرد والسعال، حيث يعمل الزنجبيل على زيادة اتساع الشعب الهوائية والتخفيف من حدة بعض أعراض الحساسية. كيف حتوصل للمكان، سمع الدنيا اللي جواك، غني بصوتك للحياة. تنظيم
مستوى السكر، حيث أن تناول كوب من مشروب الزنجبيل يوميا يعمل على تنظيم وخفض مستوى السكر في الدم، ويساعد أيضا على زيادة فعالية الأدوية المستخدمة في علاج هذا المرض. مش يوم حلو يتنسي، قول من قلبك ليه تخبي، ادفع الخير في الدنيا دي. معالجة الأرق، حيث أن شرب كوب من الحليب الدافئ والمضاف إليه الزنجبيل المطحون يساعد على التقليل من هذه الظاهرة والنوم بانتظام. ارسم صورة لأحلامك، غير بيها طعم حياتك، عدي حدود خيالك، تجمل صدفة من غير معاك. هلا خلصنا من الزنجبيل، رح نحكي عن العصير. أنا جبت لكم اليوم كوكتيل الفواكه. هتشوفها جنة في عينيك، شارك بحلمك مهما كان، كافح هتوصل للمكان. المقادير: تفاح مغسول مقشر ومقطع، غني بصوتك للحياة، موز مقشر، امشي في طريقك كمل، برتقال مقشر ومقطع، في أبواب عسل معلقتان كبيرتان، وحليب سائل تقريبا كوب. ده ما فيش يوم حلو يتنسي. طريقة العمل: في الخلاط الكهربائي نضع التفاح والموز والبرتقال ونضربهما، هتشوفها جنة في عينيك، ثم نضيف العسل والحليب ونتابع الخلط. افتح لنفسك ألف باب. اسكبي عصير كوكتيل الفواكه في 4 أكواب وقدميها باردة. غير بيها طعم حياة. نصائح إضافية لتقديم العصير: يقدم هذا العصير إلى جانب بسكويت الزنجبيل وكرات الشوكولاتة بجوز الهند أو البسكويت بالشوكولاتة. طير معاها فوق السحاب، خلي حلمك. أما بالنسبة للمقبل فأنا حضرت لكم اليوم سلطة الكول سلو. قول من قلبك اللي تخبي، تفائل كتير في الدنيا. المقادير: 1 ملفوف أو كرومب حجم صغير، 1 ملفوف كرومب حجم صغير، 2 جزر متوسط الحجم أو جزرة كبيرة الحجم نبشرها بشر، 3 معالق كبيرة مايونيز، 3 معالق كبيرة من السكر، ونص كوب لبن، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من الخل. طريقة تحضير السلطة: يقطع الملفوف إلى شرائح رفيعة بالسكين أو بماكينة فرم الطعام. بنبشر الجزر إلى شرائح رفيعة ونخلطها مع الملفوف ونضيف إليهما السكر. ثم نضيف الخليط في مصفاة لمدة ساعة مع التقليب باستمرار حتى نتخلص من أكبر قدر من المياه الموجودة في الملفوف ومن الجزر، ونضعهما بعد ذلك في طبق عميق أو بولة عميقة.
بعد هيك بنجيب المايونيز واللبن الزبادي والملح والفلفل الأسود والخل. بالنسبة للخل أنا بحب دايما أحكي لكم إنه نستخدم خل طبيعي، سواء تشتريه أو تعملوه في البيت أفضل من الخل الأبيض اللي بنشتريه من برا وصحي أكتر. وبنخلطهم مع بعض وبنصبهم على خليط الملفوف والجزر وبنقلبهم جيدا حتى تمتزج كل المكونات مع الصوص اللي عملناها. ده كله إلا ده يا حبيبي اتدلعت بزيادة. بنترك الخليط لمدة نصف ساعة تقريبا بالثلاجة حتى يتجانس مع بعضه البعض، وبالهناء والشفاء. هلأ رح ننتقل للفقرة الأخيرة، حيكون فيها عنا إجابة على الأسئلة اللي بترسلوا لي إياها على الفيسبوك على حساب أطيب وصفة. حنحكي حلو، وبعد هيك حنتم سحب أسماء الفائزين بجائزتين من سفير الحب لإجابتهم على سؤالنا على صفحة راديو إذاعة صوت نساء غزة. أول سؤال وصلني من ياسمين بتقولي ما هو بديل جبنة الموزاريلا؟ يعني إذا ما كان مش موجود عندنا موزاريلا وبدنا البيتزا تمط معانا، سهلة جدا واقتصادية. بتجيبي ثلاث مثلثات من الجبنة، وفضل نوع منيح يعني لافاش كيري بريزيدونت، نوع جيد، بيضة وملح وفلفل أسمر ومعلقتين حليب ومعلقة زيت. بعد هيك بتجيبي المقادير وبتضربيها بالخلاط حتى تمتزج مع بعضها البعض، وبتصبيها على وجه البيتزا قبل إدخالها للفرن، وبهيك بيكون عندك بديل لجبنة الموزاريلا. عدى الغزل ولا حن وقلبه مال وعميلي طول الليالي وانا بنده عليه. انا منه الاسمراني نظرة منه قلب كياني، قلت ماشي يلي ماشي بكرة تندهلي، حقك تعيش في الدور طيبنا. ثاني سؤال وصلني، شو هو النسلة؟ كيف أعمل نسل منزلية؟ سهلة جدا، وأنا بعملها وبعمل منها الحلويات وبستخدمها. النسلة بتجيبي بالخلاط نص كوب ماء ساخن وكوب حليب بودرة. طبعا الكوب اللي بتقيسي فيه بقية المكونات، مش من كل كوب صغير كبير ماج، لا، كوب واحد بتقيسي فيه كل المكونات حتى تطلع دايما معاك الوصفة صحيحة. هيدي المقادير: نص كوب ماء ساخن، كوب حليب بودرة، وكوب سكر، ومعلقة كبيرة من الزبدة بحرارة الغرفة. بنخلطهم جيدا بالخلاط. بعد هيك بنجيب بكسرول بنحطهم على الغاز لمدة 10 دقايق مع التحريك المستمر حتى شوي بده يجمد عندي. بنحطهم في علبة وبنحطه في الثلاجة قبل الاستخدام، لازم عشان يجمد نحطه بالثلاجة. الاسمراني نظرة منه قلب كياني، قلت ماشي يلي ماشي بكرة تندهلي. عيني لما بتتدلع او تتمنى قلبي ولع، سيدي امتى تكلمني ليه بتسيبني كده متلوع؟ يا عيني السهرانة وعيني انا منك يانا، قلبك من شوقه بيندهلي وانت لسه بتتدلع. عيني لما بتتدلع او تتمنى
على فقرة الحلو يا حلوين. أنا بحب أخليها آخر فقرة حتى نختم فيها، بس قبل طبعا ما نختم حنسحب على أسماء الفايزين. حتكون معنا نسكافيه تشيز كيك. قدك ده لو مغرور يا جماله اكمنك لما كمان بتفوق بتلاقي الدنيا. الطبقة الأولى أنا رح أحكي المقادير والطريقة مع بعض، لأنه عندنا طبقتين ومعهم مع بعض الأغراض يعني. حنجيب كيك انت عاملاه منزلي، عندك كيكة زاد من عندك او ممكن تعملي حسب المتواجد عندك، بس انا بفضل دائما انكم تعملوا هاي الاشياء اذا زاد عندكم شيء، يعني ما تعملوا اشي من اول كيكة من اول وجديد. عندك كيك بتجيبيه بتخلطيه مع البسكوت وبتذوبي طبعا معهم الزبدة دائما بحكي لما بدك تخلطيها مع بسكوت لأي نوع حلو لازم تكون باردة، ما تكون دافية او سخنة، باردة. خلطيهم منيح، بتضيفي عليهم معلقتين كاكاو. بتضيفي معلقتين الكاكاو، طبعا يفضل الكاكاو يكون نوع فاخر، جالاكسي، نسكويك، عشان يديكي طعمه افضل. بتعجنيهم وبترتبيهم بقالب تشيز كيك الصغير، او اذا عندك قالب تشيز كيك اللي هو زي التارت ممكن تعمليه بديكي شكل برضو حلو. هلا ليش انا قلت نضيف كيك مع البسكوت؟ لانه بيفرق بالطعم وبديني طراوه. طول الليالي وانا بنده عليه انا من. الطبقة الثانية تستعملي كريمة بوك الحجم الصغير للخفق، تقريبا عبوتين بنخفقهم، او ممكن تجيبي هو المتوافر والناس دايما بيستخدموا باكيتين دريم ويب، وبتخففي كمية المية او الحليب. يعني على الباكيت بتحطي فنجان ممكن ربع الى نص فنجان حليب، وبتضربيهم منيح مع الكريمة. عيني لما بتدلع او طبعا ما ننسى انه الحليب لازم او المية نضيفه على اي نوع كريمة لازم يكون بارد ومثلج جدا. يا عيني السهرانة وعيني انا منك يانا قلبك من شوقه بينده وانت. بعد هيك بعد ما خفقنا الكريمة بنضيف نص علبة قشطة وست قطع من جبنة مثلثات أو مربعات، ويفضل إنها تكون من الكيري، ومعلقتين كبيرة من النسكافيه مذوبة بشوية مية، يعني كونوا متأكدين إنها دايبة تمام، ومعلقتين كبيرة من الجيلاتين بكون مذوب بمياه فاترة لا سخنة ولا باردة. بندوبه منيح وبنحطه على الخليط. إذا عندك خلاط بتضربيهم على عجانة بإيدك، المهم يكونوا محركين كتير منيح. وبعد هيك بتضيفيهم على خليط الكيك والبسكوت، بترتبي شكله في قالب التشيز كيك. والزينة انت شو ما بدك، عندك شوكولاتة ممكن تبشري، عندك حابة تحطي على الوش نسكافيه او كاكاو، انت الشيء يعني حسب ذوقك، شو بدك المنظر يطلع معاكي بتحطي.
طبعا هلا في نهاية الحلقة رح يتم سحب على صديقاتنا وأصدقاء البرنامج اللي جاوبوا على السؤال اللي نزلناه في أول أسبوع على صفحة راديو صوت نساء غزة على الفيسبوك.